السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة حلوة جدا وسهلة، زائد كمان ان هي سريعة كده. يلا نشوف مع بعض ايه المقادير، وقبل اي حاجة نصلي على النبي كتير جدا، ويلا نبدأ مع بعض الفيديو. لو انت مش مشتركة في القناة انزلي بسرعة دلوقتي، يلا اشتركي في القناة، وكمان ندعم الفيديو باللايك، ويلا نبدأ مع بعض. اول حاجة كده نسمي الله ونقول مع بعض هنعمل ايه. احنا هنعمل النهارده ان شاء الله الفول المدمس بطريقة سهلة جدا، زائد كمان ان هي سريعة. الفول اخر فتره بقى غالي جدا جدا، زائد كمان ان هو ملوش طعم. هنعمل ان شاء الله النهارده كميه حلوه جدا ومحترمه، وهيبقى طعمه تحفه. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه كده هنجيب الدماسه بتاعتنا، وبعدين هنبدا ان احنا نجيب الكميه اللي احنا هنعملها من الفول. طبعا انا غاسله الفول زي ما احنا شايفين كويس جدا جدا. انا المقدار ده كميه كوبايه من الفول، انا مش عايزه اكتر من كده. طبعا انت تقدري تكتري براحتك خالص على حسب افراد اسرتك. طيب هنبدا ان احنا نعمل ايه دلوقتي. هنبدا ان احنا نحط الفول بتاعنا كده بسم الله اهو. حطينا طبعا كميه الفول، كوبايه من الفول، وهنبدا ان احنا نعمل ايه. هنبدا ان احنا نجيب معايا ميه مغليه. مهم جدا الخطوه دي ان هي تكون ميه مغليه، ونبدا ان احنا بسم الله كده ونحطها. هنغطي الفول، ونبدا ان احنا كمان نجيب كوبايه تاني من الميه المغليه، ونجيب معايا كده الميه التانية المغليه، كوبايه من الميه المغليه. يبقى قد ايه؟ يبقى انا حطيت هنا كوبايتين من الميه المغليه زائد كوبايه من الفول، طبعا بعد ما غسلت الفول كويس جدا جدا. وبعدين هبدا ان انا اعمل ايه. ما ننساش خطوه الميه المغليه، ما ينفعش الميه من الحنفيه عادي، لا انا عايزاها مغليه. طيب وبعدين هبدا ان انا اعمل ايه. هبدا ان انا خلاص كده انا دلوقتي هقفل عليه لمده قد ايه، لمده ليله كامله. ليله كامله، وهنبدا ان احنا نفتح مع بعض ونشوف هنعمل باقي الخطوات ازاي. اهم حاجه نصلي على النبي كتير جدا جدا، ويلا نشوف مع بعض ونسيبها ليله كامله، وهنشوف هنعمل احلى فول باذن الله وباقل التكاليف واحلى من بتاع بره الف مره. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا كده يا حبايب قلبي، طبعا دلوقتي انا سبت الفول زي ما قلت لكم ليله كامله، وبعد كده يلا نشوف مع بعض كده هنعمل ايه بقى ونكمل خطواته. واهم حاجه نصلي على النبي كتير جدا جدا، وكمان تشتركي في القناه لو انتم مش مشتركين، وندعم الفيديو باللايك. يلا نبدا مع بعض. اول حاجه كده هنحطه على البوتاجاز زي ما احنا شايفين، ونبدا ان احنا نولع بسم الله. ولعنا كده. طيب بعدين هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايزه منك ايه دلوقتي؟ عايزه بسم الله كده ليمونه نصين، نكون قطعينها نصين بالمنظر ده، ونحطها زي ما هي كامله او زي ما هي. طبعا هتديها طعم ولون تحفه، مش عايزه اقول لكم قد ايه، وكمان ريحه جميله قوي. تاني حاجه كده بصوا معايا هنا ايه. معايا هنا معلقه عدس كبيره، ومعايا طماطمايه مقطعاها بالشكل ده. طيب وبعدين هنبدا ان احنا نعمل ايه. هنحط كده بسم الله واحده واحده كل ده. هنبدأ ان احنا نحطه. العدس حلو جدا ومفيد جدا جدا. تاني حاجة كمان الطماطم مفيدة جدا جدا، زائد كمان ان هي تديها لون حلو قوي قوي. يلا كده نحطه مع بعض، شايفين كده اهو. طيب كده حطينا معلقه عدس كبيره، طبعا غسلناها كويس جدا جدا، وبعد كده صفيناها وحطيناها. طيب ومعايا ايه كمان؟ معايا ليمونه وقطعناها نصين، وبدانا برضه ان احنا هنحطها. تالت حاجه معايا طماطمايه وقطعتها اربع ارباع وحطيتها. طيب هنحط ايه كمان؟ هنحط معايا توابل، سبع بهارات، كل بقى التوابل اللي انت بتحبيها تتبليه بيبقى طعمه تحفه واحلى من بتاع بره الف مره. هحط كده شطه، طبعا اختياري الشطه براحتك خالص، عايزه تحطي كميه اكتر براحتك. هنحط كمان فلفل اسود. التوابل اللي انا بحطها دي بمقدار معلقه صغيره من معالق الشاي، تمام كده. كمان معايا كده بابريكا اهو. طيب بس كده بس كده وكده يبقى عملنا معانا احلى فول ممكن تكليف حياتك، زائد كمان ان هو مش مكلف نهائي، زائد كمان ان هو احلى وانضف من بتاع بره بكتير، وانت واثقه فيه 100%. ونبدا ان احنا نقول بسم الله كده ونقلب كل ده اهو كده. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ خلاص كده انا مش عايزه منك اي حاجه تاني، بس هتسيبيه على النار بقى. هتسيبيه ان هو يستوي وياخد ويدي كده مع كل الحاجات الحلوه قوي اللي احنا حطيناها دي. شمي بقى الريحه والطعم هيطلع جنان. وهرده ان شاء الله هنشوفه مع بعض بعد ما يستوي، هتشوفوه قد ايه تحفه وجميل. بصوا اهو كده بالمنظر ده. خلاص قلبته كده واتاكدت ان كل المكونات اندمجت. هبدا بقى ان انا اعمل ايه. هبدا ان انا اغطيه واسيبه يستوي على مهله خالص، ونشوفه برده مع بعض. نصلي على النبي كتير جدا جدا اهم حاجه، وكمان ندعم الفيديو باللايك ونشترك في القناه لو احنا مش مشتركين عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. يلا نشوف مع بعض. هنستناه يستوي وهنشوف التفاصيل واحده واحده. يلا نشوف مع بعض.
كده يا حبايب قلبي، طبعا دلوقتي انا بعد ما سبت الفول، يلا بقى نشوف نعرف منين ان هو استوى. نبدأ ان احنا كده نطلع واحدة، ونبدأ ان احنا بصوا كده بالمنظر ده، هنضغط عليها كده بالمعلقة. خلاص حاجة بسيطة جدا اهو، كده استوت 100%. اتأكدت ان هي استوت 100%. يلا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا كده يا حبايبي، خلاص طبعا كده هو استوى معايا، واتأكدت ان هو استوى طبعا. شايفين بقى؟ ولا احلى من كده. بصوا طبعا طبق فول زي الفل. الريحه مش قادره اقول لكم جميله قد ايه، ريحته تحفه تحفه. زائد كمان ان هو غني جدا، حاطين فيه عدس مفيد جدا جدا للاطفال، زائد الطماطم حلوه قوي قوي قوي. بصوا كده شايفين ريحته وطعمه تحفه؟ شايفين قد ايه؟ بصوا طبعا نضيف جدا، متاكدين من نظافته. طبعا غير مكلف خالص خالص بالنسبه لبره دلوقتي. كمان حلو قوي، طعم جميل جدا جدا، متاكده من نظافته 100%. زائد كمان ان هو ممتاز ممتاز ممتاز، الطعم حلو قوي قوي قوي، وده اللي انا محتاجاه. طيب يا حبايب قلبي، لو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت تدعموا الفيديو باللايك، وكمان تشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الطريقه يا ريت تقولوا لي، ولو انتوا بتعملوا طريقه تانية برضو تقولوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هعملها لكم برضو. شايفين؟ مش قادره بجد اقول لكم قد ايه ريحته وطعمه تحفه تحفه تحفه. زائد كمان ان هو عامل كميه محترمه جدا 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 من كوبايه بس من الفول. لو عجبكم الفيديو تدعموا الفيديو باللايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.